في فجر يوم قائض من أيام يوليو، اجتمعت 8 فتيات في موقف الأوتوبيس الصغير بقرية الرويضات في دلتا النيل، كلهن في 19، لكن لكل منهن حلم مختلف ومأزق واحد: مصاريف الدراسة والحياة التي تزداد ثقلاً على أكتاف الأسر. اتفقنا على العمل موسمياً في مزارع البطاطس بمحافظة البحيرة بأجر يومي قدره 120 جنيه مبلغ بدا متواضعاً، لكنه كفيل بأن يشتري كتباً جامعية أو يسدد قسطاً معهد خاص أو حتى يجهز جهاز عروس. المستقبل. الإسمال مسار الدراسي سر الذهاب إلى الحصاد. سلمى طب بشري، سنة أولى مصاريف السكن الجامعي في طنطا. آية هندسة اتصالات، معهد عالي شراء لبتوب مستعمل للمشاريع. رحمة ثانوية عام دروس خصوصية قبل امتحان الدور الثاني. شيرين تربية رياضية تجهيز الشبكة قبل كتب كتابها بعد العيد. ملك تمرض مساعدة والدها على علاج كسر ساقه. نورة تجارة إنجليزيرسوم السكشن العملي. جنافنون تطبيقية خامات مشروع التخرج. ياسمين آداب إعلام مصروف أسبوعي لأسرتها بعد وفاة الأم. ورغم اختلاف طباعهن جمعتهن روح المغامرة، تواعد على أن يتركن هواتفهن لتوفير البطارية في الحقول، فوعدت كل منهن الأخرى بقصص وأغنيات تنسي حرارة الشمس. انطلق الأتوبيس الرمادي عند 4 فجراً، داخله رائحة خبز طازج وأكواب شاي كانت توزع بخفة بين المقاعد، تبادلنا نكات عن عيال المدينة الذين لا يعرفون طعم التعب في الحقول، وضحكنا حين قالت ملك لما أرجع آخذ قرشين هاشترى تشيلا جديد للشعر: البطاطس هتخلينا فلاحات بشعر أنعم من القطن. على الطريق الزراعي المتهالك كانت الشاحنات الثقيلة تجاور الأوتوبيس بلا حواجز. أومأ السائق العجوز عم جابر إلى المرآة الجانبية في كل مرة يتجاوز مركبة، فيما كانت الشمس تبدأ شروقها بلون ذهبي ينساب على ظهر الترعة، لكن إحدى الشاحنات محملة بأجولة سكر انحرفت فجأة وهي تحاول تفادي حفرة عميقة. لم يمهل ذلك الانحراف الأوتوبيس ثانية واحدة، ارتطمت المقدمة بالجانب الأيسر فتوت العجلات، وانقلب الأوتوبيس مرتين قبل أن يستقر على جانبه في حقل ذرة لم يكتمل طوله بعداه. توقفت أصوات الضحك دفعة